اتقالك مستحيل تحملي، استني دقيقة، لان كلمة مستحيل في الطب دي خطيرة جدا، ما تتقالش لأي حد. في ستات كتير اتقال لهم الكلمة دي بالفعل وبعد سنين حصل لهم حمل بالفعل. ايه السبب؟ في الطب في فرق كبير بين كلمة مستحيل وكلمة صعب ان هو يحصل، لان في فرق بين تبويض ضعيف ومفيش تبويض نهائي. تبويض ضعيف يعني ممكن عدم انتظام في التبويض، ممكن يكون مخزون المبيض قليل او البويضات قليلة، لكن موجود فيه بويضات بالفعل وبيحصل تبويض احيانا. فممكن في الشهور اللي بيحصل فيها تبويض دي ممكن يحصل فيها حمل، وده بيفسر ليه في ستات بعد سنين من عدم الخلفة بتحمل. تاني حاجة، مش معنى ان واحدة عندها قناة فالب مسدودة يبقى مفيش حمل هيحصل، لا، لو في واحدة بس مفتوحة ممكن سهل جدا ان هو يحصل حمل. وممكن كمان ان القناة دي بالاهداف بتاعتها تاخد بيضة من المبيض التاني، لو المبيض اللي عندها ده في كسل. لو واحدة عندها قناة فالب مسدودة ومبيض اللي الناحية التانية في كسل، ممكن قناة فالب السليمة تاخد بيضة من المبيض التاني، لان هي مش ثابته على بويضه، هي الاهداف بتاعتها عامله زي الصوابع كده ومتحركه في تجويف البطن، فممكن ان هي تلقط بويضه من المبيض التاني. وحاجه تانية كمان، في ستات كتير فاكرين ان كل مبيض بيطلع بويضه كل شهر، الكلام ده مش علمي. يعني ممكن مبيض يطلع 3-4 شهور ورا بعض، وممكن مبيض تاني ما يطلعش فتره طويله. اللي بيحصل ان الهرمون بيخلي البويضات بتنضج ايا كان في انهي مبيض، فالبويضة اللي بتنضج وبتطلع بتلتقطها الأهداف بتاعت قناة فالوب السليمة وبتاخدها. فمش معنى اللي عندها كسل في مبيض أو عندها قناة فالوب مسدودة يبقى ما تحملش، لا، حمل هو ممكن يكون في صعوبة فيه بس ممكن الحمل. تالت حاجة، بطانة الرحم المهاجرة دي مش حكم بالعقم على الست دي، لا، في من الدرجات، الدرجة الوسطى والدرجة البسيطة ممكن ان هي تحمل بسهولة. هي ممكن تقلل الخصوبة لكن مش حكم بالعقم نهائي. الحمل بعد ال40، صحيح نسبة الخصوبة بتقل ونسبة جودة البويضات بتقل ونسبة الإجهاض بتزيد، لكن في ستات لحد سن ال45 برضو بيحملوا، لأن ده مش معناه استحالة حمل، هي الفرص بتقل أي نعم لكن مش استحالة الحمل. وفي ستات بعد علاج الأمراض اللي عندها، إذا كان عندها مقاومة أنسولين أو في مشكلة عندها في الغدة الدرقية، أو في ستات بعد نزول الوزن بتاعهم، تقليل التوتر، او حتى ان هي تسيب فكرة الحمل اللي عمالة تلح عليها، ممكن بعد ده كله بتحمل. لما الهرمونات بتتظبط الجسم بيشتغل كله مع بعضه وبيبدأ الجسم ينشط تاني وممكن هي تحمل. في حالات صعبة، لكن كلمة مستحيل في الطب لازم تتقال بحذر شديد.